الوطني للصحة مجلسها الوطني في الدار البيضاء، والذي خصص لمناقشة مجموعة من المطالب وبحث طرق النضال المشروعة من أجل تحقيقها لفائدة رجال ونساء قطاع الصحة. المزيد مع ليلى عسلي وعاشور بن سعود. الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عقدت مجلسها الوطني بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الاحتجاجية خاضتها الجامعة منذ أكثر من سنة. انعقاد المجلس الوطني يأتي للبت في الصياغ النضالية والتنظيمية التي تقتضيها المرحلة تحت شعار تعزيز التنظيم ومواصلة المعركة النضالية المفتوحة سبيلنا لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للنساء ورجال الصحة. ميزانية ضعيفة الموارد البشرية قليلة، المتطلبات المواطن رجعت مهمة كيطلب يدير فلوسه وحقه فحنا معاه، ولهذا كنطلبوا أولا الرفع من ديال الميزانية رفعها، التوظيف المباشر الآن للموظفين ديالنا من الموردين في النص مباشرة من غير ما يكون خصاص ديال الإسعاف الفني، راه خص الآن يكون توظيف مباشر بدون مباراة. ثانيا خص وزارة الصحة تنقد بصفة مستعجلة على التراكم الخصائص اللي كاين في قطاع الصحة. وانكبت أشغال المجلس الوطني حول النهوض بقطاع الصحة حتى يرقى لمستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، وكذا النهوض بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالقطاع.